شركة القاهرة للزيوت والصابون أو كوسجي شركة معروفة جدا ومتداولة في البورصة المصرية. الشركة لها تاريخ طويل في مصر وناس كتير عارفين منتجاتها. في الفترة الأخيرة سعر سهم كوسجي ارتفع بشكل ملحوظ وده جذب انتباه المستثمرين. الأداء القوي ده سببه النتائج المالية الممتازة. كوسجي أعلنت عن زيادة كبيرة في الأرباح أكثر من المتوقع وده بيشير لتوقعات إيجابية للشركة. بس لازم نفتكر إن الاستثمار في البورصة دايماً فيه مخاطرة. الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية. المستثمرين لازم يتعاملوا مع السوق بحذر. لازم يفكروا كويس في أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر ووضعهم المالي. وكمان مهم نفتكر إن الكلام ده بس للتوعية مش نصيحة استثمارية. قبل ما تاخد أي قرار استثماري لازم تعمل بحث كويس وتستشير متخصصين ماليين. الأداء الممتاز لسهم كوسجي يرجع لعدة عوامل. الشركة استفادت من إدارة قوية ورؤية استراتيجية واضحة. عن طريق التركيز على الكفاءة والابتكار ورضا العملاء، كوسجي قدرت تتأقلم مع التغيرات في السوق وتعزز مكانتها. عامل تاني مهم هو التزام كوسجي بالتوسع. الشركة استثمرت في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع شبكة التوزيع. الخطوة الاستراتيجية دي سمحت لكوسجي تلبي الطلب المتزايد وتوصل لعملاء جدد. وكمان كوسجي أطلقت منتجات جديدة ناجحة. المنتجات دي عجبت المستهلكين وساهمت في نمو إيرادات الشركة. بس مهم نفتكر إن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. الاستثمار في البورصة دايماً فيه مخاطرة. لازم تعمل بحث كويس وتستشير خبراء ماليين قبل ما تاخد أي قرار استثماري بناءً على الأداء السابق. سوق الأسهم ممكن يكون متقلب. أسعار الأسهم بتتأثر بعوامل كتيرة، منها الظروف الاقتصادية، اتجاهات الصناعة، والأخبار الخاصة بالشركات. العوامل دي ممكن تسبب تذبذب في أسعار الأسهم، أحياناً بشكل كبير. المستثمرين لازم يكونوا عارفين إمكانية تحقيق الأرباح والخسائر. تنويع الاستثمارات مهم جداً. التنويع يعني توزيع استثماراتك على فئات أصول مختلفة. أمثلة على فئات الأصول: الأسهم والسندات. تنويع محفظتك بيقلل المخاطر. وكمان مهم يكون عندك رؤية استثمارية طويلة الأجل. الاستثمار في البورصة لازم يكون على المدى الطويل. الاستثمار في البورصة فيه مخاطرة. مهم تعمل بحث كويس وتفكر في قدرتك على تحمل المخاطر وتستشير مستشار مالي قبل ما تاخد أي قرار استثماري. قبل ما تستثمر في أي سهم لازم تعمل بحثك كويس. ده يشمل البحث عن الأداء المالي للشركة وفهم نموذج أعمالها وتحليل بيئة المنافسة. دور على مصادر موثوقة للأخبار المالية ومواقع الشركات وتقارير بحثية مستقلة. المصادر دي بتقدم معلومات قيمة عن أساسيات الشركة. الاستشارة مع مستشار مالي مؤهل مهمة جداً. المستشارين الماليين يقدروا يقدموا لك إرشادات شخصية تناسب وضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر. يقدروا يساعدوك تعمل محفظة استثمارية متنوعة وتتعامل مع تعقيدات سوق الأسهم. افتكر إن الاستثمار في البورصة دايماً فيه مخاطرة. الفيديو ده للتوعية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. لازم تعمل بحث كويس وتفكر في قدرتك على تحمل المخاطر وتستشير مستشار مالي قبل ما تاخد أي قرار استثماري.